السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا وسهلا بيكم حبايبي واخواتي، احلى متابعين واحلى اخوات في الدنيا. وحشتوني، كل فيديو من فيديو بتوحشوني اكتر. النهارده بقى عندنا حفلة عيد ميلاد صغيرة كده، قلنا نعملوها مع بعض ونشوفوا بقى الحاجات القمر دي هنعملوها مع بعض ازاي بكل بساطه وسهوله. انا قلت لكم قبل كده انا لسه مش بروفيشنال قوي في الحلويات، يعني كده بنقول يا هادي. فيلا بقى لو حد مبتدئ يشوف معايا الفيديو عشان انا برضو زيكم. اول حاجه معايا احنا هنعمل الكيك الاسفنجي، والكيك الاسفنجي عملناه مع بعض كتير وثابت معانا، بس انا قلت اعمله على السريع معاكم كده، بس احنا عارفين كل تفاصيله. الثلاث بيضات طبعا بتضاعف الكميه بقى على حسب انت هتعملي في صينيه ايه. انا النهارده عامله في الصينيه دي القالب اللي هو الوسط، واخد معايا مقدارين اللي هو 6 بيضات، بس الافضل ان انت تعمليهم عشان يبقى الكميه كبيره معاكي، اعمليهم على مرتين، ما تعمليهمش 6 بيضات على بعض. كل ما تعمليهم على مرتين بتطلع الكميه معاكي اعلى واكتر. تمام. فانا بنعمل الثلاث بيضات، عليهم نص كوبايه سكر، وعليهم كوبايه وربع دقيق، عليهم معلقه كبيره ممسوحه بيكنج باودر كيك شيف الاحمر، وعليهم معلقه محسن ممسوحه مش مليانه قوي، وعليهم نص كوبايه الا معلقتين كده ميه ساقعه متلجه كده فيها حتت تلج، وعليهم معلقه كبيره مليانه نشا. وبحط بقى الكلام ده كله في العجان، والبيض 3 بيضات سواء في التلاجة في درجة حرارة المطبخ مش هتفرق كتير، بس في الحر ده يفضل ان هو يكون في التلاجة عشان الاسبونج في الحر ده بيسيح يا جماعة، بيبقى يعني مش احسن حاجة. الحر ده بيضايقنا قوي في عمايل الطرط، سواء في التجليس سواء في الاسبونج، بتلاقيه كده مش نازل ايه يعني، مش زي الشتاء وعمايل الشتاء، بس برضو بيطلع جميل وهشي يعني طالما انت عاملاه مظبوط ومقاديرك مظبوطه. زي ما احنا شايفين انا فرشه الصينيه زبده وعامله لها الجناب زبده عشان ارفعها معايا. وببدا كده اخبطها طغبتين، ولو عندك خله خشب بتبداي ان انت تعملي فيها افضل كتير. خلاص. انا عملت مقدار اهوت، وبعمل كمان صينيه تانية عشان نعمل السبونج اللي هو عامل بيه القباط. يعني انا عملت المقدار بتاعي اللي هو 6 بيضات على بعض، بس انا زي ما قلت لكم ما تعملوش زينا عشان كنت مستعجله وعايزه اخلص، والاوردر ده كنت متاخره فيه، فعملت على السريع، ما كانش عندي وقت ان اعملها مرتين. بس انتي اعملي الصينيه الوسط دي مقدارين، ما تعملهمش على بعض. ودلوقتي انا بعمل بقى مقدار كيك تاني عشان اعمل. انا معايا كيك 6 قطع جاتوه، دول انا عاملهم في قارب 30 في 40، هيطلعوا معايا قارب 30 في 40 واحد ب3 بيضات، هيطلعوا معايا 6 قطع جاتوه محترمين. خلاص. الحجم بتاعهم ما شاء الله قد بتاع المحل مرتين، ومعايا الصاج ده 40 في 60، واخد معايا مقدار ال6 بيضات على بعض زي ما احنا شايفين. اللهم بارك. دول بقى لازم تضربيهم على بعض، ما ينفعش على مرتين. خلاص اهو شايفين. انا بحط بقى بفرش صينيه ورق زبده، وببدا بقى على قد ما نقدر بنساوي بقى الخليط بتاعي في الصينيه كده زي ما احنا شايفين، على قد ما نقدر بتسويه. حاولي ما يكونش في حتت رفيعه، عشان في الصاج ده سبت حته كده على جنب ما كانتش مسويها كويس رفيعه، يعني ايه خدت لون معايا بقى، ما كانتش زي بقيه الكيك وما خدتش نفس الارتفاع. فخلي بالك من الحاجات دي، لازم تساوي كل ده. طبعا صاج العلو بتاعه ارتفاعه سنتي، ما تعليش عن كده عشان تعرفي تسويها كويس وتظبطيها كويس، فالافضل ان هو يكون سنتي زي ما احنا شايفين. وركنته على جنب. وبعد كده بقى بدأت انا دخلت الكيك الاولاني الفرن اللي هو عملته في القارب، وركنت بقى 40 في 60 على جنب، وبدأت اعمل المقدار الثالث بقى اللي هو اللي صاج 30 في 40 عشان اطلع 6 قطع جاتوه معايا. نفس المقدار بقى بتاعت الكيك اللي احنا متعودين عليه، مش هنعودوه تاني بقى اللي انتوا عارفينه. خلاص. وازازه الميه اهم حاجه تكون متلجه، واهم حاجه بقى النظافه واحنا واقفين كده عشان الدنيا بتكركب. لو انت سبت الدنيا من ايدك بتلاقي الدنيا مكركبه من حواليك. رتبي نفسك الاول عشان تشتغلي بنفس، هتلاقي الدنيا مكركبه من حواليكي. وانا مجربه هتلاقي نفسك، وانا عارفه مع الولاد طبعا وفي الحر ده والواحد مبيبقاش طايق نفسه، هتلاقي نفسك بتشتغلي وانت مش مبسوطه، حاسه بقى ان انت هتخلصي لسه وراكي شغل بيت. لكن لما تشتغلي وانت رايقه والدنيا مظبوطه وتغسلي اللي في ايدك اول باول بيكون افضل كتير. انا بصراحه اوقات بخلص بلاقي المطبخ بتاعي يضرب يقلب، ببقى بصراحه مش عارفه اجيب اوله من اخره. بس طبعا لما ده يكون في زنقه شغل بقى وما فيش وقت خالص، بيبقى حلو مع حادق وشغل ياما، بتلاقي نفسك اليوم مزنوق والوقت مزنوق بتاعك، فمش عارفه ان انت بقى تروحي تغسلي اول باول. بس انا بتكلم في العموم، لو عندك اوردر خفيف كده تورتايه جاتو حاجات خفيفه، شطبي مطبخك اول باول. ادي الصاج بتاع ال40 في 60، واجي 30 في 40، وادي الصينيه في الفرن.
كله كده تمام معايا. خلاص سويت الحاجة بتاعتي ما شاء الله، وهبدأ دلوقتي بقى اضرب الكريم شانتيه. طبعا يا جماعة في الحر ده الكريم شانتيه انا بشتغل بالمتحدة. خلاص سواء ريتشي بقى او مش ريتشي، الموجود قدامك المهم يعني ان هو تشتغلي بكريم شانتيه خام. الكل كوباية كريم شانتيه في الحر ده ما تحطيش اكتر من كوباية مية متلجة، هي كوباية واحدة. خلاص لو هتشتغلي الكبات ممكن تشتغلي كوباية وربع مية متلجة وكوباية ونص كمان، لان الكبات عادي ان الكريم شانتيه بتاعك يبقى خفيف شوية، مش هتفرق، مش هتزعل في حاجة. لكن الطرد بتحتاج بقى ان هو تبقى ايه مظبوطة يعني. ده القارب بتاعي طالع من الفرن بسم الله ما شاء الله اللهم بارك اهو. بدأت بقى ان انا اشيل كده الورق من عليه وببدأ اقطعه معايا. شايفين ما شاء الله ممتاز جدا وهش جدا يا جماعة، هش وابيض ما شاء الله عليه يعني. بكون بقى محضرة حاجتي، مرتبة نفسي كده، كل علبة بتاعتك بتاعت شغل فيها حاجة، عشان ما تقعديش بقى تبقي دايخة وتدوري وانت بتشتغلي لا اجيب ده منين احط ده منين. لا حاجتك جنبيكي وعارفة تورتتك انت هتعمليها ازاي ومحضرة كل حاجة. انا ببدأ اجيب كياس التلاجة دي، كياس التلاجة ما بحطها كده بتساعدني ان انا القعدة بتاعتي ما تبهدلش معايا واقعد امسح فيها كل شوية. بخلص التورتايه بشيل الكياس، خلاص كده الدنيا تمام. حتى الكياس مش بتترمى بعد كده، وفري كل حاجة، اغسلها وبستخدمها تاني عادي خالص. الكريم شانتيه معايا اهو زي ما احنا شايفين. ببدأ انا سقيت الاول طبعا الترطيب بتاعي على التورته، اللي هو العسل بالميه، كوبايه السكر عليها كوبايه ونص ميه، عليها عصره ليمون على النار، واطفي عليها اقلب فيها معلقه لبن بودره، وابدأ بقى اسقي بيها الكيك. وابدا بقى بصي الحشو ده بقى على حسب العميل بتاعك، طالب تورته طالعه بكام، وطالب هو حشو ايه، عايز حشو اللي هو عايزه، عايز مربى حليب، عايز جناش، عايز فواكه. دي بقى دي شغلتك انت بقى. انا لسه بندي افكار يعني برتب معاكم شغل. وشايفين الجناش اللي طالع من التورته ده المفروض ما يحصلش يعني. المفروض وانت شغاله ما يطلعش، ما تبقيش شايفه بعينك جناش طالع من التورتايه، لانك هتيجي تجلسي هيطلع على التورتايه من جوه من بره يعني. فالافضل ان هو يعني انا اشيله قبل ما اجلس عشان ما يبهدليش التورتايه. المفروض وانتي بتسقي الجناش ما تجيبيش الطروف، يعني ما تجيبيش الجناش في الطروف عشان ما يرجعش يقع معاكي بره ويسيل على التورتايه. بس كل ده انا هنضفه عشان لما اجي اجنش التورتايه اجلسها تبقى مظبوطه معايا، ما يبقاش عليها اي شوكولاته. خلاص بس انا بقول لكم الحاجات اللي احنا بنقع فيها اللي ممكن تعمل معاكي مشكله وترجعي تاخد وقت في اصلاحها، انت من الاول كده تظبطيها يعني. خلاص وهو خلصت التورتيه كده وبدات شلت الجناش اللي كان واقع ده كله، انا شلته قبل ما اجلس. انا باخد الاول الزيادات اللي طالعه من التورتيه زي ما احنا شايفين اهو، شايفين، ويا دوبك الوش، كل ده عشان افادي الفرافيت اللي احنا بنلاقيها على التورتايه. وببدأ بقى ادخلها التلاجة بتاعتي نص ساعة. في الوقت اللي هي بقى في الفريزر فيه، بدأت جبت الصاج بتاعي 40 في 60. اول ما بيطلع من الفرن بغطي وشه بورق زبدة عشان بيبقى سهل معايا بقى اجي اشيل، بيطلع معايا بسهولة قوي. وبصوا بقى انتوا بتدوري عندك القبات بتاعتك بتشوفي اي حاجة، يعني انا معايا هي غطا زمزمية خلاص خدته بقى وبقى هو الشغل بتاعي، غسلته كويس وبشتغل بيه. بتشوفي حاجة تقدري تقطعي بيها ان هي كيك، ان هو يبقى في قبات كده. ودي قبات بتاعتي بتيجي من عند مستلزمات الحلواني، 50 قب ب40 جنيه. تمام. بتجيبي بقى الاشكال اللي انت على حسب ذوقك وعلى حسب المتوفر عندك. وببدأ كده طبعا ببدأ بالسيرب، ببدأ أسقي الكيك بتاعي برضو نفس الكيك هش جدا وجميل وأبيض ما شاء الله عليه، نفس الكيك يعني ده بنسبوه قب الجاتوه. خلاص وبتبدأي بقى تحطي، خلاص انا حطيت فيه طبقة من تحت، بتبدأي ان انت تمليه كريم شانتيه زي ما احنا شايفين اهو. وبتبدأي بقى ان انت بصي، انت لو عاملة 10 قبات، يعني انت لو عملتي 10 قبات بياخدوا معاكي نص كوباية كريم شانتيه. ده المقدار بتاعه المظبوط يعني. نص كوباية كريم شانتيه بتاخد معايا كوباية مية ساقعة وربع كوباية سكر، وبتضربيها حلو وبتبدأي تجلشي بيها اهو. والافضل ان الكاب بتاع تمليه كريم شانتيه الا بصي الا ربع سنتي كده، تسيبي ربع سنتي بقى للتقفيل الجناش والشوكولاته على الوش. بصي انا بحط معلقه الجناش الاول وبعد كده بملاها كريم شانتيه عشان يبقى الطعم بتاعي من جوه غني كده وطعمه حلو.
القبات دي حلوة يا جماعة وفي البيع كويسة. طبعا في نهاية الفيديو انا هقول لكم الاسعار كلها معايا عشان تعرفوا القب بيطلع بكام، والتورته هقول لك سعرها ايه في الفيديو ان شاء الله، واحنا شغالين مع بعض كده. عشان الاسعار غليت طبعا يا جماعه، والخامات غليت جدا، فحرام وقفتك في المطبخ ديت ما تبقاش يعني بسهوله وفي الحر ده واحنا بنقف نشتغل. فلازم كل حاجه يعني العميل ياخد حقه وما يتظلمش، ولا احنا نتظلم برضو وناخد حقنا بما يرضي الله طبعا. انا خلصت كل القبات بتاعتي اهي، واهم حاجه تسوي الوش بتاعها كويس، ما تخليش الوش فيه نحكشه، اي نحكشه ظبطيه. وابدا ان انا برضو ادخلها الفريزر بتاعي. خلاص معايا هنا بقى الصاج اللي هعمل بيه الجاتوه ده 30 في 40. بدات ان انا شلت ورق الزبده، لقيت الوش كله اتشال لوحده. وده هوت الصاج بتاعتي انا قلبته. طبعا ده لو عايزه 12 قطعه جاتوه هتعملي صاجين 30 في 40، هيطلع معاكي 12 قطعه جاتوه محترمين يعني، وحجم ما شاء الله قد بتاع المحلات مرتين. بدات بقى ان انا اقيس الصاج بالظبط عشان اعرفه بالظبط، واقسمه بالنص اهو، اشوف النص بتاعه فين عشان ما اقسموش على الفاضي. خلاص فانا اشوف الصاج بتاعي فين. والمسطره بتاعتي اتكسرت، ان شاء الله هجيب واحده غيرها، شمس بنتي كسرتها وانا شغاله. خلاص ابدا وانا كده قسمته بالنص بالظبط، ال40 سنتي 20 و20. وببدا بقى اخد طبقه منهم بفرش عليها كريم شانتيه زي ما احنا شايفين اهوت. حطي طبقه محترمه كويسه كده زي اللي هتشوفيها بالظبط بعد ما اقطع، هتشوفي حجم العلو بتاع الكريم شانتيه، وسويها برضو كويس. حابه تحطي قطع فواكه هنا حطي براحتك خالص، بس هو بيتعمل كده يعني، القطعه بتبقى كده بالظبط. حط كريم شانتيه كده، وابدا بقى اخد الطبقه التانية بتاعتي ابدا احطها على الكريم شانتيه. تمام. وما ننساش طبعا بصي يعني حاجه خفيفه كده من السيرب برضو معايا، حاجه بسيطه ما تكتريش زي التورته، عشان بس اديها طراوه كده، حاجه بسيطه زي ما احنا شايفين. وابدا اجيب الكريم شانتيه برضو، وابدا اجلس الوش بتاعها. ضروري الكريم شانتيه بعد ما تضربيه التلاجة، وطول ما انت شغاله في التلاجة زي ما احنا شايفين الهواء بيطير اكياس ازاي، لاني شغاله المروحتين عليا وانا شغاله، لان لولا كده هلاقي الكريم شانتيه بقى ميه معايا. بصراحه الموضوع بيبقى مجهد جدا فوق ما تتخيلي في الحر ده يا جماعه. بصراحة يعني المفروض والله التورت سعرها يغلى في الحر ده على التعب اللي احنا بنشوفه فيه. انا كل ربع ساعة ادخلها التلاجة نص ساعة عشان اعمل تورتاية بقوم بدري جدا عشان الحق اخلصها وافرزها لا يقل قبل التسليم ما تقلش عن 6 ساعات في الفريزر. 6 ساعات يا جماعة عشان التورتاية توصل للعميلة. بلاقي ناس كتير في جروبات كتير منزلين ان هم التورتايه مصورين التورتايه قبل وبعد، وبيقولوا التورتايه هبطت عقبال ما اتسلمت للعميله، والعميله مسلمها لنا مصورها لنا بالشكل ده علشان انتي الكريم شانتيه بتاعك خفيف، وعلشان انتي برضو ما حطيتهاش في الفريزر كويس. لو حطيتيها مثلا 3 ساعات هتبصي تلاقيها عقبال ما توصل للعميل خلاص وقعت منك وهبطت منك. لا قعديها في الفريزر 6 ساعات عقبال بقى ما تروح للعميل، بتبقى بادئه ان هي السقيه تروح منها، فهتبقى مظبوطه معاكي. بدات حطيت الكريم شانتيه بتاعي بعد ما خرجت التورتيه بقى، خدت راحتها في الفريزر خالص، فاصبح ما فيهاش اي فرافيت معايا. بسويها كده الى حد ما، لان كده الوش انا عسويه. واجيب بقى المشط بتاعي كده، وابدا بقى اللي انا من الجناب، شايفه انا باخد من الجناب، ففي البوز في الجناب بتاعي طبيعي التورته المربعه بتلاقي بدأ يظهر كيك، باخد كريم شانتيه واجلس وابدا تاني امشي بيه. انا بصراحه عملت بالواسع ده ما عجبنيش، فانا ابدا اسويها وابدا اعملها باللي هي الضيقه، ما حبيتش الواسع قوي يعني، ما حبيتهوش شكله. ابدا بقى ان انا اعمل بالضيقه. خلاص زي ما احنا شايفين اهوت، انا اي قطعه كيك بتبان معايا ببدا احط عليها كريم شانتيه تاني واسويها تاني لحد ما اكون راضيه الى حد ما على الجناب بتاعتي وشكلها مظبوط. وما كتريش الكريم شانتيه بزياده عشان ما يسيحش ويقع، خليه في المعقول. بالذات يا جماعه الحاجات الملحوظات اللي بقول لكم عليها دي في الحر، لان طبعا اللي بيشتغل تورت وجاتوهات عارف المشاكل اللي بتقابله فهدينا بنفيد بعض على قد ما بنقدر. وطبعا اللي اقدم مننا في المجال يفيدونا واحنا بنستفاد منهم، وبسمع فيديوهاتهم على اليوتيوب وبستفاد منهم برضو. خلاص انا خلصت التورتايه وجلستها كويس، بدأت بقى ان انا دخلتها الفريزر تاني تتجمد تاني.
وده الجاتو بتاعي اهو طلعته، وببدأ ان انا افرش الكريم شانتيه على الوش اهو زي ما احنا شايفين. طبقة برضو محترمة. ده الطبقة بقى دي هسويها كويس، لان دي الطبقة بتاعت الايه التفنيش بتاعتي. طبعا لو العميل طالب مني الجاتو 3 طبقات طبعا بيزيد في السعر، وبيبقى بقى التلات سيجان بيطلعوا معايا 10 قطع جاتو. خلاص ببدأ بقى بالمشط بتاعي كده، ببدأ اسوي الوش كده بشكل مظبوط كده زي ما احنا شايفين اهو. قصدي يا جماعة الصاجين، قصدي مش ال3 سيجان، الصاجين بيطلعوا معايا 10 قطع جاتوه مش 12 قطعة. خلاص وبدأت وبيطلعوا 8 كمان لو احنا عايزين 3 طبقات. جبت بقى جيلو المانجا، جيلو الفراولة، هاتي اللي انت عايزاه وابدأي حطي على الوش كده، وابدأي بقى ماشي بالسكريبر كده اهو المشط. وببدأ ان انا اسوي الوش. بصي بقى يعني اشكال مختلفة، واحنا بندي افكار لبعض، كل واحد عنده افكار احلى من التانية بيديها طبعا، وكلنا بناخد افكار من بعض كلنا. وببدأ برضو ادخله الفريزر تاني. بصي كله شغال جنب بعضه. بدأت اطلع الكبات بتاعتي اللي انا حطاها في الفريزر برضو، وبدأت اطلعها. واللي ما عندوش مكان في التلاجة وعنده فريزر بيشيل درجين ويرص فيهم ويشتغل فيهم عادي. صوص جيلو المانجا ما بيتحط على جناش الشوكولاته بيدي طعم حلو قوي. شكلا مش بيبان، بس في الطعم اللي بياكله وبياخد باله ان هي عاطيه طعم حلو، بيدي تيست حلو مع بعض قوي يعني. لو حطيتي جناش وحطيتي فوقيه جيلو مانجا. جيلو الفراوله والله انا بعمله اوقات الناس بتطلبه، بس انا مش بحب طعمه قوي يعني. بيبقى عامل كده زي عاطي كده طعم مصاصه يعني. انا مش بستظرفه قوي بصراحه. جيلو المانجا بيبقى طعمه حلو قوي، انا بحب طعمه بصراحه اهو. بتشكلي بقى بصي معاكي بقى براحتك خالص افكار واشكال شكلي. وطبعا متاح ان انا بعمله بالنوتيلا، بس طبعا بيكون سعر تاني. فانت طب كل عميل بقى بتعمله له على حسب طلبه. فممكن تعمليه بالنوتيلا، تعمليه بالجيلو زي ما انا بعمله كده، تعملي اشكال دي براحتك بقى. وعلى حسب هو طلبه بسعره ايه، على حسب هو طلبه بتقدمي الخامات بتاعتك. لان طبعا مش هيكون سعره زي اللي بالنوتيلا. فكل حاجة لها سعر. دلوقتي علبة النوتيلا ب85 جنيه اللي هي سما، والبيضة ب90 جنيه. فانتي بتقدري برضو كل حاجة على حسب سعرها اهو. زي ما احنا شايفين اهو، انا بديكوا افكار كده في التشكيل، وانتوا طبعا اكيد فيكوا بيشكل احسن مني وبيعمل اشكال اظبط مني. خلاص اهو. شوفوا الجناش انا بحطه كده، وحاولي ان انت ما تعملوش معلقه، هي مشيها كده هتمشي نفسها عادي. واذا وقعت بره بمنديل بتظبطيها يعني عادي، ما فيهاش مشكله خالص. وده جيلو الفراوله اهو اللي بقول لكم عليه. طبعا هو بيشد الاطفال قوي، الاطفال بيحبوه. وانا طبعا هعمل لكم طرط بيها بقى هنجلسوها بيها الفتره الجايه، شكل تحفه. هنشوفوا بقى افكار مختلفه. ودلوقتي خلاص بدات دخلت كبات الفريزر بعد ما خلصتهم كلهم. ومعايا التورتيه بتاعتي ان انا فرستها في الفريزر. ببدأ ان انا اخرجها من الفريزر واشيل الاكياس بتاعتي. ومعايا بقى ابدأ اعمل وردات. شايفين الوردات اهو، شايفين بنزل دربات بقى كده، بنزل مش دربات، بنزل وردات بالكريم شانتيه، بقمع الكريم شانتيه. شايفين الكريم شانتيه متماسك وحلو ازاي ما شاء الله، لان هو مضروب صح. لكن لو انت بقى ضرباه خفيف هتبصي تلاقيكي وانت بتعملي هتلاقي كل ده بايظ معاكي. فضروري ان انت تعمليه نفس القمع اللي انا اشتغلت بيه. شايفين او التاب اللي انا اشتغلت بيه هو اللي انا بعمل بيه من تحت، بس يعني عطيته بالبوز كده فاعطاني شكل مختلف عن اللي فوق. هو يعني مغيرتش. زي ما احنا شايفين بدأت ان انا بقى اقسم التورتيه بالنص اهو، واعملها نفس الاشكال. وابدأ برضو اقسمها 4. خلاص ابدأ اقسمها 4 عشان اعملها 4 اشكال معايا. لا مش مقسماها 4، معلش يا جماعة. هي هم 3 بس مش 4. فحرفيا والله يعني مش قادرة. انا بجمع الفيديو معاكم بالعافية يعني. بدأت بقى ان انا اعملها بنصين، والنص قسمته على 2، والنص التاني سبته زي ما هو. حطيت فيه الجناش، والجناش عملناه مع بعض. وربع فيهم حطيت فيه جيلو المانجا، والربع التاني هبدأ احط فيه بقى اللي هو كريسبي صغير كده. وهروح حاطه على الوش برضو جناش عيد بيدي شكله شيك كده وحلو، وفي الاكل بيبقى طعمه جميل.
وجبت بقى التفاح كده بتاعي، تفاحية خضراء وتفاحية صفراء وتفاحية حمراء. بدأت عملت بيهم كده اشكال بالتفاح من الجنب، بتديني شكل حلو برضو. ورق الترانسفير بدأت جبته وحطيت فيه برضو اشكال وزوقت بيها الجناب اهو جنب الجناش. وابدا اجيب، شايفين منظر التورتايه وشايفين الارتفاع بتاعها، شكلها يا جماعه بصراحه تحفه جميله. يعني العميله خدتها مني قالت لي تسلم ايديكي وعينيكي، بصراحه تحفه وشكلها جميل. ولو حطيتي فاكهه ما تنسيش ابدا ان انت تحطي جيل الملمع. انا ما كانش عندي جيل ملمع لقيته خلاص، رحت ما وقفتش، رحت جايبه عسل كلوكوز معلقه كده، حطيت عليها ربع معلقه صغيره ميه سخنه بتغلي ودوبتها واشتغلت بيها. ما مش هنقف يعني، هنتصرف. المهم ان الفاكهه بتاعتي ما تسمرش وتوصل مظبوطه للعميل. دخلت التورتايه الفريزر وبدات جبت معايا الجاتوه. خلاص جمد برضو في التلاجة. بدات بقى حطيت عليه بالجناش كده، شايفه بعمل دورانات عشوائيه كده، حاجات عشوائيه كده على الوش. خلاص عايزه تسيبيها يعني تقفي على جيلو المانجا على كده، قطعيها على كده تمام، مفيش اي مشكله. حابه تعملي زي انا عملت تدي شكل حلو كده وتكسري الشكل وتغيري الدنيا تمام. هبدا بقى كده ان انا ايه بالمسطره ببدا اقيس. انا بصي انا هي الصاج 30 في 40، فانا قسمتهم على بعض، اصبح ان هو ايه بعد ما اتحط على بعض بقى 15 في 20. ماشي 15 في 20. بدأت بقى ال20 دول أقسمهم على 6 قطع جاتوه. خلاص زي ما احنا شايفين بنفس الشكل قطعتهم. والسكينة ضروري بعد كل تقطيعة جنبيكي فوطة سخنة مغسولة بمية سخنة بتمسحي بيه. وببدأ بقى ورق الترانسفير، أنا أي شكل عندك بتعمليه المناسب عندك. وبدأت إن أنا أعمل أهو، شايفين ولا أي حاجة ولا خدت معايا حاجة. وقطعة الجاتوه يا جماعة اللهم بارك محترمة، شايفين الشكل بتاعها وهشة جدا. بدأت بقى ان انا احطها في الفريزر وطلعت التورتايه بعد ما جمدت معايا. ضروري ما تحطيش الحروف دي يا جماعة غير بعد ما تجمد، عشان لو حطيتيها ولسه الجناش طري هتبص تلاقيها ممكن تقع تحت كده وتبوظ خالص والشكل ما يبقاش احسن حاجة. بدأت بقى جبتها وبدأت كتبت عليها هابي بريزيدي. طبعا ده قالب سيليكون، انا بصب فيه الشوكولاتة سواء بيضة سواء شوكولاتة بني. ما بحطش عليها اي اضافات خالص. وبعملها على حمام بخار او في كيسه كده تحطيها وتعمليها في بخار. وبتبداي ان انت تحطيها في الفريزر شويه او في التلاجة تجمد وبتبداي تفضيها. ودي الكبات بتاعتي خلاص جمدت وبدات طلعتها من التلاجة. التورتيه بتاعتي خلصت وشكلها جميل خالص ورقيقه ويعني باشكال مختلفه. والجاتو بتاعي هو برضه حطيته في الفريزر. يعني يا ريت بقى الفيديو يكون عجبكم. لو عجبك الفيديو بتاعي النهارده ما تنسينيش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل فيديوهاتي وكل جديد ان شاء الله. التورتيه دي يا جماعه انا طلعتها ب 250 جنيه، والقب بيطلع ب 15، وقطعه الجاتوه ب 15. يلا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.